جثة اختفت في ظروف غامضة من المشرحة، والموضوع سبب رعب وقلق لكل الناس اللي حوالين الجثة دي. وبدأت الاتهامات تتوجه لجوزها، والسبب هنعرفه من خلال أحداث الفيلم. وبيبدأ فيلمنا مع أنخيل حارس المشرحة وهو بيجري في الغابة وشكله خايف من حاجة، وبيفضل يجري لحد ما بيطلع على الطريق بره، وبتيجي عربية تخبطه وبيدخل في غيبوبة. وعلى طول الخبر بيوصل للمحقق خيمي، واللي أول ما بيسمع باللي حصل بيجري على طول على المشرحة علشان يحقق في القضية. وبتكون إصابة أنخيل في الجمجمة وكسر في العمود الفقري. وبيعرف المحقق إن أنخيل اتصل بالشرطة قبل الحادثة على طول وما كانش قادر يتكلم، والسبب في كده إن في جثة اختفت من المشرحة فجأة، وهي جثة واحدة اسمها مايكا. وبيعرف كمان إن الكاميرات اتفصلت كلها قبل الحادثة ما عدا كاميرا واحدة بس، وهي اللي صورت أنخيل وهو بيجري. بعدها بيبدأ المحقق يعرف معلومات أكتر عن مايكا، وبيعرف إنها متجوزة من واحد اسمه أليكس وهو مدير الشركة بتاعتها، وإنها عندها أسهم في شركات تكنولوجيا واستثمارات تانية مع أخواتها الاتنين لونا وجلوريا. وبنروح لبيت مايكا وبنشوف اخواتها الاتنين وهم بيتفرجوا على تصوير للفرح بتاعها على أليكس، وبيكونوا زعلانين عليها، وأليكس بيكون في الأوضة بتاعتها منهار من اللي حصل. وبعد ما بيمشوا بينزل أليكس من البيت وبيروح على بيت حبيبته كارلا، وبيقول لها أنا أخيرا خلصت منها علشان نبقى مع بعض وأنا دلوقتي حر. وفي الوقت ده بيجيله تليفون من المحقق خيمي وبيقول له يجي على المشرحة علشان جثة مايكا اختفت. وفعلا بيروح أليكس وبيعرفوه كل اللي حصل للحارس واختفاء الجثة. وبيقدر يستغل أليكس إن المحققين كلهم خرجوا من الأوضة، وبيتصل بكارلا بسرعة وبيقول لها تروح على المستشفى علشان تسأل على الحارس أنخيل وتعرف إيه اللي حصل. بعدها بيدخل المحقق مرة تانية وبيقول لأليكس إن الطبيبة الشرعية عايزة تتكلم معاه. وبتدخل الطبيبة وبتقول لأليكس إن التقارير بتقول إن وفاة مايكا كانت بسبب أزمة قلبية، وده ممكن يكون بسبب خوفها من الطيران لأنها كانت في رحلة لوس أنجلوس، وده قبل ما تموت على طول. لكن للأسف الجثة مش موجودة، علشان كده مش هنعرف نثبت الموضوع ده. بعدها بتخرج الدكتورة وبتقول للمحقق إنه ممكن يبقى موت مايكا مش طبيعي، لأن أي حالة وفاة ممكن تبقى جريمة قتل بطريقة ما. وبيكون أليكس زهق من القعدة لوحده وبيطلب من واحد من الشرطة إنه يجي على البيت تاني. وفجأة وهما بيتكلموا بتقطع الكهرباء على المشرحة كلها، وبيدخل أليكس جوه وبيشوف صندوق مكتوب عليه مايكا، ولما بيفتحه بيلاقي فيه حاجات مايكا والإكسسوارات بتاعتها، وبيشوف إزازة صغيرة فيها سائل، وبيفتكر لما حط من السائل ده في المشروب بتاع مايكا وفضل يبص عليها من بعيد لحد ما اتأكد إنها شربته كله. بعد كده بنشوف الكهرباء لما بترجع وبيدخل المحقق خيمي هو والمحققين اللي معاه، وبيشوفوا إن الصندوق مفتوح وبيتهموا أليكس إن سرق التليفون اللي كان هنا، وأليكس بيقول لهم إن مفيش مبرر يخليه يسرق تليفون مراته. والمحقق خيمي بيصمم يفتش أليكس وبيلاقي معاه الإزازة اللي كان مخبيها، وبيقول أليكس إن ده سم من إنتاج شركة الأدوية اللي هو مديرها، وإنه لقى الإزازة دي على الأرض وكان هيرميها دلوقتي. وفي الوقت ده بيجي تليفون من كارلا وبيرد عليها أليكس وبيتكلم معاها على أساس إنها إريكا أخته، وبيقول لها إنه مش عارف يتكلم دلوقتي علشان المحققين جنبه، لكنه بعد كده بيطلب يروح الحمام. ولما بيروح بيتصل بكارلا وبيفهمها اللي حصل، وهي بتقوله إنها عرفت إن الحارس في غيبوبة لحد دلوقتي. بعدها بيلاحظ أليكس إن في جواب محطوط على شباك الحمام وبيكون مكتوب عليه أنا بغمض عيني وإنت لسه معايا. وساعتها بيفتكر أليكس الجملة دي لما كان مع مراته وجات له رسالة على تليفونه من كارلا حبيبته وقالت له نفس الجملة دي بالظبط، وعلى طول بيتخلص من الورقة دي بإنه ياكلها علشان ما تبقاش دليل ضده. بعدها بيروح أليكس مرة تانية علشان يكمل التحقيق مع المحقق خيمي، وبيقول له إن أكيد اللي سرق الجثة دخل من فتحة التهوية وعطل الكاميرات، وبيلاقوا آثار أقدام جنب الفتحة وده بيثبت كلامهم، وكمان اللي دخل غير الرقم السري للكاميرات وخلاه 20-3. وبيفتكر أليكس إن ده الرقم السري بتاع المعمل ومحدش يعرفه غير مايكا بس. والمحقق بيقوله إن الشخص اللي خد الجثة فضل يسحبها لحد الأسانسير علشان يقدر يهرب بيها، وبيركب المحقق والفريق بتاعه مع أليكس الأسانسير، لكن الأسانسير بيعطل وبينزلوا على أوضة الطوارئ وبيلاقوا جهاز الإنذار ضارب زي ما يكون في حريق والمكان كله متغرق مية. وساعتها بتتصل كارلا مرة تانية وبيقول لها أليكس على كل اللي وصل ليه، وإن التاريخ اللي اتقابلوا فيه كمان هو 20-3 هو اللي محطوط باسورد على الكاميرات، وبيشوف اسورة مكتوب عليها كارلا وبيبدأ يشك إن مايكا لسه عايشة وإن هي اللي بتعمل فيه كده علشان تنتقم من خيانته ليها. وأليكس بيحذر كارلا وبيقول لها إن كده مايكا جاية تقتلك. وأول ما بيقفل المكالمة بيتفاجئ بالمحقق خيمي وراه وبياخد منه التليفون علشان يفتشه، وبيجي واحد من الفريق بتاع المحقق وبيقول له إنهم لقوا عقب سيجارة جنب جهاز الإنذار، وممكن يكون أليكس هو اللي عمل كده علشان يعمل فوضى ويضرب الجهاز ويقدر يهرب منهم. وبيجي تقرير الإزازة اللي كانت في جيب أليكس وبيعرفوا إن سمه بيوقف عضلة القلب بعد 8 ساعات،
والمحقق بيقول إن كل التهم كده موجهة لأليكس، وإنه بيحاول يسرق الجثة علشان ما تتشرحش ونعرف نوع السم اللي فيها إيه. وبيؤمر رجالته إنهم يحبسوا أليكس في أوضة، وبيفضل أليكس محبوس في الأوضة وبيبدأ يحس بتهيؤات إن مراته معاه. بعدها بيفوق على صوت تليفون بيرن في واحدة من غرف المشرحة، ولما بيدخل بيلاقي اللي على التليفون دي تبقى مايكا، وبيلاقي على الجثة اسم غفير ألونسو، وبيمسك التليفون وبيفضل يقلب فيه وبيلاقي كل الأسماء موجودة باسم مايكا. وبيتصل بواحد من الأسماء دي وبترد عليه واحدة وبتقوله إن مايكا نسيت تليفونها هنا في مطعم أربيسكو، وبيفتكر لما كان في زيارة للمطعم ده مع مراته. بعدها بيتصل أليكس على كارلا وبيقول لها تعرف كل حاجة عن واحد اسمه خافير ألونسو. بعدها بنشوف المحقق خيمي وهو بيستدعي أليكس علشان يكمل معاه التحقيق مرة تانية، وبيقول له انت قتلت مراتك بالسم وخفيت الجثة علشان التشريح. لكن أليكس بينكر وبيقول له انه ما عملش اي حاجة، وحتى لو هو اللي عمل كده فاكيد مش هيجي لحد المشرحة وازازة السم في جيبه. وبيقول للمحقق ان كل اللي حصل ده سوء تفاهم. وساعتها المحقق بيقول لأليكس ان مراتك شاكة فيك بقالها فترة، علشان كده كانت مخلية حد يمشي وراك ويراقبك، وانت لما عرفت كده قتلتها علشان تستفيد بفلوسها، لانها لو طلبت الطلاق منك وانت خاين فانت هتخرج من غير اي فلوس. علشان كده أجرت محقق بيراقبك بقاله 3 شهور، والمحقق ده اسمه خافير ألونسو. وساعتها بيترعب أليكس لما بيسمع الاسم ده لأنه لسه شايف الجثة بتاعته جوه، وعلى طول بياخد المحقق وبيدخل لغرفة المشرحة علشان يوريله جثة خافير، لكنه بيلاقي جثة تانية مكانها باسم ديجو، ومفيش ولا جثة في المكان كله باسم خافير. وبعد اللي حصل ده بيتصل أليكس على كارلا وبيعرف منها إن خافير ده يبقى محقق خاص، وبتقوله إنها لقت ظرف عند بيتها وهي في المستشفى، والظرف ده فيه فلاشة من خفير لما كان بيراقبهم وعليها كل الصور اللي كان فيها أليكس وكارلا مع بعض. وكارلا بتحس إنها خايفة وإن ممكن تكون مايكا لسه عايشة فعلا وبتنتقم منهم، علشان كده بتلم حاجتها وبتكون عايزة تسيب البيت وتمشي. وفي الوقت ده بتلاقي عربية جاية عليها بأقصى سرعة، وأليكس بيسمع صوت التليفون وهو بيقع على الأرض، وبيعرف إن العربية خبطت كارلا وإنها ماتت، وبيكون خايف عليها جدا وعايز يخرج من المستشفى بسرعة علشان يطمن على كارلا. لكن المحقق بيمنعه من الخروج وبتحصل خناقة بينهم هما الاتنين، والمحقق خيمي بيضرب أليكس وبيخليه يفقد الوعي. بعدها بيفوق أليكس وهو في أوضة التحقيق مع خيمي، وبيعترف له بكل حاجة، وبيقول له إنه يعرف واحدة اسمها كارلا وعرفها من الجامعة وبدأ يحبها. ولما كارلا عرفت إنه متجوز بعدت عنه، لكن أليكس قرر إنه يتخلص من مايكا بالطريقة دي علشان ما يخسرش فلوسها. والمحقق بيسأله إزاي بتقول إنها لسه عايشة لما أنت حطيت لها السم بنفسك، فبيفتكر أليكس إنها ممكن تكون بدلت الكوبايتين اللي فيهم المشروبات وما خدتش من جرعة السم اللي هو حطها لها، وعملت الفيلم بتاع إنها ماتت ده علشان تعرف تنتقم منه. وأثناء ما هما بيتكلموا بتدخل واحدة من الفريق بتاع خيمي وبتقول له يرد على التليفون، وبيعرف من واحد من المحققين إنهم لقوا رسم تفصيلي للمشرحة في بيت أليكس، ولقوا طريقة تعطيل الكاميرات عنده في البيت. ولما فتشوا عربيته لقوا الحذاء اللي كان موجود الآثار بتاعته جنب فتحة التهوية في المشرحة. وبيكمل الضابط المساعد لخيمي بيقول له إنه راح لأنخل المستشفى وقدر ياخد منه اعتراف، وبيقول له أنخل إن في اليوم ده كان شغال عادي زي أي يوم، لكنه لقى حاجة غريبة في الكاميرات. ولما راح علشان يشوف بنفسه لقى الجثة بتاعت مايكا مش موجودة في مكانها، ولقاها في الأسانسير والأسانسير اتقفل. ولما اتصل بالشرطة على طول الأسانسير اتفتح تاني وواحد ضرب عليه نار لكن ما جاتش فيه، وساعتها أنخل جري وهو خايف. والمحقق بيرجع لأليكس وبيقوله إن العيارات بتاعة المسدس ده هو نفس السلاح اللي في البيت عندك، وأليكس بيقوله إن ده مسدس مايكا وهي اللي أجرت واحد علشان يعمل كل ده وخلته يهربها من هنا علشان تعرف تكمل خطتها. وفي الوقت ده بيجي خبر للمحقق إنهم لقوا جثة مايكا في الغابة، فبياخد أليكس وبيتحركوا على هناك. وهم في الطريق بيجي تليفون للمحقق من واحد من الفريق بتاعه وبيقوله إن كارلا ملهاش أي أثر ومحدش عارف عنها أي حاجة. وبعد شوية بيوصلوا للغابة وبيلاقوا جثة مايكا فعلا في النهر. والمحقق خيمي بيفاجئ أليكس وبيقوله إننا رحنا العنوان اللي انت قلت عليه وما لقيناش حد هناك أصلا والشقة مقفولة، وسألنا في المستشفى اللي كانت كارلا شغالة فيها والكلية اللي درست فيها وعرفنا إن مفيش حد اسمه كارلا أصلا، والمواصفات اللي انت اديتها لنا دي كلها الواحدة مش موجودة من الأساس وانت اللي مألفها. بعدها بيؤمر المحقق كل الفريق بتاعه إنهم يكلموا القاضي ويعرفوا إنهم لقوا جثة مايكا خلاص، وبيخليهم كلهم يخرجوا بره. وفي الوقت ده بيستغل أليكس إن المحقق لوحده وبيزقه وبيهرب، والمحقق بيمشي وراه.
وده لأن أليكس ما كانش قادر يجري وكان بيزحف من التعب اللي هو فيه، والمحقق بيقوله إن كده عدى 8 ساعات كاملة علينا، وبيفضل يضرب فيه وبيحكي له إنه في يوم كان مع مراته وبنته وكانوا في العربية بتاعتهم، وفجأة جت عربية ودخلت فيهم بكل قوتها زي ما يكون اللي فيها سكرانين، ومراته اتشوهت وكانت حالتها صعبة جدا، وفضل خيمي يتحايل على اللي خبط العربية إنه يساعدهم ويتصل بالطوارئ علشان ينقذ مراته لأنها كانت لسه عايشة، لكن محدش وقف وخدوا العربية وجريوا، وبيقوله إنه حاول يفتكر أرقام العربية أو أي علامة مميزة وقتها، لكن مفيش فايدة لحد ما بنته افتكرت ميدالية كانت متعلقة في العربية مكتوب عليها فندق أفلون، وفضل يدور لحد ما عرف إن أليكس هو اللي كان سايق، وبيوريله المحقق صورة بنته إيفا اللي هي في الحقيقة كارلا، وبيعترف له خيمي إن هو اللي عمل كل حاجة بمساعدة بنته إيفا، أو زي ما هو فاكر كارلا، وهو اللي خلاها تقرب منه، وأليكس بنفسه اعترف لإيفا بالحادثة دي في مرة وهم مع بعض، وساعتها إيفا اتأكدت وخلت باباها ينفذ الخطة بتاعته علشان ينتقم من اللي قتلوا مامتها زمان، وبيعرفوا إن السم اللي في جسمه دلوقتي إيفا حطته له في المشروب اللي شربه قبل ما يجي على المشرحة على طول، وبكده يكون المحقق قدر ينتقم لموت مراته بعد كل السنين دي، وبنته إيفا سافرت برلين علشان تعيش هناك بعد ما قدرت تساعد باباها في الانتقام. وبيخلص الفيلم على كده. لو عجبكم الفيلم ما تنسوش لايك وشير وكومنت لقناتنا كلام في أفلام.